السلام عليكم يا شباب. بعلمكم كيف طريقة تركيب خزان هواء مع الموتور. أول شيء بركب الخزان من شركة فاير 2.5 جالون. هذا أفضل خزان موجود بالنسبة للرانجر، وأفضل مكان دورت أنا تحت فوق يمين يسار ما حصلت إلا خلف الصدام مباشرة. بس مشكلتنا الجهاز هذا لازم أفكه، يضايق الخزان يصل للمنطقة هذه طويل شوي، فلازم نقص هذه الجهاز هذا نقصه من هنا اللحام والجهة الثانية اللي وراء، ونقلبه ونركبه هنا المنطقة هذه ونلحمه. طبعا المكان هذا آمن شوي ما عليه. إن شاء الله بعد ما انتهي من القص والتلحيم أعلمكم إن شاء الله بالخطوة الجاية ومكانه مطور وكل شيء إن شاء الله. يعطيكم العافية. الآن بعد ما قصينا الحديدة اللي هنا نقص 5 سنتي هنا 5 سنتي هنا عشان القاعدة حقت الخزان تركب هنا. الحين اللحمة الحديدة هذه من هنا نخيطها باللحام من هنا ومن هنا عشان يجلس الخزان عليه. كفي رجعنا لكم مرة ثانية، وبعد ما خلصنا من تركيب الخزان الشغل الباقي عاد بعدين إن شاء الله. هذا الحديدة مبسط. طبعا الغرض من قص الحديدة هذه عشان الخزان ينزل تحت عشان تركب المسطرة اللي هنا حقت الصدام البلاستيك اللي فوق. والجهاز هذا كان هنا قصيته حطيته على الجهة هذه عشان لحمنا الحديدة من هنا عشان الخزان يركب، ولا تسحبه مع الجهة هذه وتطلع مع الجهة هذه عشان يوصل الجهاز، وتفك الكلبسات اللي هنا عشان يوصل اللي. طبعا هذا الشغل كله تركيب الخزان بس، الباقي ان شاء الله اصور لكم بعدين اللي هو تركيب المواطير 2 والكهرب والعداد كل شيء إن شاء الله.
طبعا العداد يركب مع الجهة هذه. هنا نغير هذه البلاستيكة موجودة إن شاء الله، بصورها لكم بعد شوي إن شاء الله. السلام عليكم، رجعنا لكم شباب. هذا مبير الضغط، يبين لك ضغط الخزان مع القطع بلاستيك هذه. تفك القديمة حقت الوكالة وتركب هذه. وهذا الماطور، ماطورين طبعا مو واحد، بس الثاني موجود بالكرتون ما فكيته، من شركة فاير، ضغطه 200 بيسل، يعني اثنين 400 أعتقد كفاية. خزان بالحجم هذا كفاية عليه 400. هذا الفلتر، وهذول الفلاتر حقاته تغيرين كل بعد فترة. هذول القطع ذولي الذهبيات مع هذه. هذا يعطي أمر لموتور يشتغل ويطفي، إذا وصل الضغط 120 يطفي الموتور عشان ما يستمر شغال. والقطعة هذه على سيسته، لا سمح الله ما قفل موتور خرب هذا واستمر موتور شغال، تلقائيا هذه تفتح، إذا وصل تعدى الضغط 120 تفتح عشان ما ينفجر الخزان عليك، ولا تنفجر الليات، ولا خرب البستم حق الموتور. وهذه لازم تكون في أسفل الخزان عشان الموية، لأن الخزان مع الوقت يصير فيه رطوبة ويصير يكثف، يصير فيه ماء جوا. لازم كل بعد فترة تفتحها يطلع الماء اللي في الخزان عشان ما يصدي جوا. والفتحة هذولي تسكر به هنا الخزان. هذه حقت اللي رايح الموتور، وهذا اللي حق الموتور بوصل له لي من الموتور إلى الخزان عن طريق هذه. وهذه اللي تركب فيها اللي، هذه جاية من الموتور تركب باللي هذا اللي حق تعبئة الكفرات من شركة ARB استرالية. هذه الأغراض الموجودة. باقي اللي والسويتش اللي داخله الديكور عندي هذا ما صورت، إن شاء الله أصور لكم مقطع فيديو إن شاء الله وأنا أركبه. العملية كلها سهلة وواضحة، ما يبغى لها تعب ولا شيء. الله يعطيكم العافية شباب. يعطيكم العافية يا شباب. أخوكم أبو ريتال من فريق سعودي جبرت.